طبعا بداية سلامي إليكم وإلى مشاهدي قناة العربية الحدث. وبهذه المناسبة الطيبة والمباركة حقيقة لا يسعني إلا أن أهنئ الشعب العراقي الكريم وقواتنا المسلحة الباسلة بكافة صنوفها، والحقيقة والتهنئة والشكر أيضا موصول إلى الأبطال في الحشد الشعبي وأبناء العشائر على هذه الانتصارات الرائعة التي حققوها بتضافر جهودهم جميعا. حقيقة وينبغي أن لا تفوتنا الفرصة أن نذكر وبكل إجلال واحترام تضحيات شهداء العراق في هذه المعركة والمعارك السابقة، والذين ضحوا بدمائهم وحياتهم من أجل أن يعيش الآخرين. وأسأل الله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ودعوانا أيضا لجرحانا بالشفاء العاجل إن شاء الله إنه سميع مجيب. بارك الله بكم على هذا اللقاء، وإن شاء الله سنصف لكم ما حدث في تكريت بكل وضوح وبكل شفافية. العمليات بدأت في تكريت منذ يوم 11 آذار، وحقيقة كانت مخطط لها بدقة متناهية ومعد لها بشكل كبير. تقدمت قطاعاتنا في محاور مختلفة 3، هي من الجنوب والغرب ومن الشمال. حقيقة تقدمت بتأني وبحذر شديد، لأنه أسلوب العدو في مجابهة هذه القطاعات هو أسلوب القناصة والعبوات الناسفة. فحقيقة وصلت إلى مرحلة أنه قررت في بعض الأوقات قطاعاتنا وبعد تقدم حققته على جميع المحاور أن تقتحم مدينة تكريت، ولكن بعد اللقاء بالقيادات العسكرية والتشاور من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة مع كافة القيادات العسكرية تم اتخاذ القرار بأن تأخذ قطاعاتنا مواضع دفاعية حول مدينة تكريت وتحاصر هذه المدينة بشكل كامل من أجل أن تضعف قدرات مجاميع داعش الإرهابية داخل المدينة. إلى أن وصلنا إلى يوم الحسم أو الحقيقة الصفحة الأخيرة من المعركة. طبعا أنا راح أختصر في هذا الموضوع لأنه به تفاصيل كثيرة أكيد، وهذا ما يهم المشاهد أن يسمع حقيقة. فإلى يوم 26 بعد أن وجدنا أنه الظروف مواتية جدا، وحقيقة وبإشراف مباشر من قبل السيد القائد العام على هذه العملية، تم اتخاذ القرار ببدء الصفحة الأخيرة من المعركة في الساعة 10 يوم 26 آذار. والحمد لله بدأت قواتنا الجوية وقوات طيران الجيش وقوات التحالف معاضدة لها في معالجة أهداف كثيرة، ونفذت خلال هذه الفترة تقريبا قواتنا الجوية نفذت ما يقارب 40 طلعة جوية ودمرت حدود 38 هدف، وأيضا طيران الجيش نفذ 20 طلعة ودمر 12 هدف. طبعا قوات التحالف أيضا شاركت بحدود 115 طلعة جوية ودمرت 44 هدف. فكان لهذا العمل الجوي الرائع الفعال والمؤثر على مجاميع داعش الإرهابية تأثير كبير جدا، بحيث فقدوا زمام المبادرة وضعفت معنوياتهم بشكل كبير، ولم يبقى أمامهم إلا الهزيمة باتجاه النهر وباتجاه العلم كما ذكرتم في مقدمتكم. وفعلا ما تبقى منهم هرب إلى الجهة الأخرى من النهر، والباقين تقريبا كلهم حقيقة قتلوا على أرض تكريت الحبيبة. هذا بشكل موجز. وإذا عندكم أسئلة أخرى تفصيلية حاضرين. أكيد في أسئلة كثيرة إن شاء الله يسعفنا الوقت. معالي الوزير، في بعض المحللين العسكريين تحديدا يسألون كيف استطاعوا الهرب من داخل المدينة وهي محاصرة من كل الجهات؟ لا، هو حقيقة من جهة النهر والتكريت صار على نهر دجلة. والمحاصرة من الجهة الجنوبية والغربية والشمالية. الشرقية يحد تكريت هو نهر دجلة من هناك. وحقيقة ممكن أن يستغل العدو ثغرات، لأنه الحقيقة هاي الجبهة كلش واسعة وقواتنا لم تكن متواجدة في الفترة السابقة. طبعا هروبهم لم يكن اليوم أو البارحة. منذ بدأت الهجمات الجوية يوم 26 بدأوا يتسللون على شكل أفراد وليس مجاميع، وهذا ممكن ووارد. حتى التسلل دائما في العمليات العسكرية كلش وارد وليس غريب، ولكن أعتقد العدد مبالغ به، لأنه احنا مبدئيا العدد الكلي اللي كان متوقع في تكريت من 125 إلى 150، والحقيقة اللي قتلى واللي متأكدين من عددهم هو ما يقارب 122،
فمن الممكن في أقصى حد أن يكون انهزم بحدود أو هرب إلى الجهة الأخرى بحدود مو أكثر من 20، وأعتقد الرقم أقل من هذا بكثير. بس يعني اللي أعلن عن الاشتباك معهم اليوم كانتحاريين هاربين من تكريتهم 40. يعني المصادر ممكن أن تدري هذا قابل يعني للزيادة والنقصان الرقم. نعم. ممكن أن يكون الرقم غير دقيق 100%، ولكن أعتقد أنه الرقم لم يصل إلى 40 أبدا. نعم. نعم. طيب معالي الوزير، طبعا المعركة مثل ما ذكرت اللي ابتدأت مع بداية شهر أذار مارس وقفت بمكان كأن يعني أقفلت المعركة أمامها، وخلال تلك الفترة حصل اللغط بين مسألة أنه الحكومة تريد أن تطلب من التحالف المشاركة والحشد الشعبي لا يريد المشاركة، ثم قبل التحالف بأن يشارك بالغارات فانسحب الحشد الشعبي. ماذا حصل ولماذا حصلت هذه البلبلة؟ حقيقة قرار التوقف أنا ذكرت قبل قليل، وطبعا كان لأسباب منطقية جدا، وفعلا هو هذا ما حصل في هذا اليوم الأخير. احنا ارتئينا الحقيقة ليس التوقف في العمليات، لأنه عملية المشاغلة كانت مستمرة دائما مع مجامع داعش الإرهابية، ولكن ارتئينا أنه ينبغي أن تكون هذه المعركة معركة نموذجية وفق ما مخطط لها تماما وتجري وفق التوقيتات، وكنا حريصين جدا على أن لا نعطي خسائر في أرواح أبناء قواتنا المسلحة حقيقة. والمشاركين معهم من أبناء الحشد الشعبي وأبناء العشائر من هذه المناطق. ولذلك وكذلك أيضا حفاظا على ما ممكن أن يكون موجود من مدنيين في هذه المدينة، وهم أعداد قليلة جدا، وكذلك حفاظا على البنية التحتية لهذه المدينة. نعم. فاتخذنا هذا القرار، وأعتقد كان قرار صائب جدا، وبدليل كان هذا التوقف واتخاذ هذا القرار أتى بنتائج إيجابية جدا، بحيث دخلت قطاعاتنا مدينة تكريت تقريبا بدون أي مقاومة إلا بشكل بسيط جدا من بعض القناصة وأسلوب العبوات الناسفة، وكانت فعلا معركة نموذجية في المقاييس التعبوية والسوقية. طبعا الحديث أيضا معالي الوزير أنه في بعض الجيوب ربما متبقية، ولكن في سيطرة كاملة، ولكن في هذه الجيوب كم ستستغرق معكم من الوقت؟ لا، الجيوب بسيطة جدا معالجتها وحقيقة يمكن استمكانها، ولكن احنا بصراحة حاليا قطاعاتنا في وضع معنويات عالية جدا، وتعيد تنظيمها في بعض المفاصل، وسيتم معالجتها بفترة قصيرة جدا، وسيهزم هؤلاء الإرهابيين، ولا يوجد إلا عدد قليل ممكن أقل من عدد الأصابع اليد. وأطمئنكم بأنه تحرير مسيطر عليها بالكامل، وحررت ورفع العلم العراقي، واليوم نعم. رأيتم السيد القائد العام يرفع علم العراق في وسط تكريت. نعم. طيب معالي الوزير، حقيقة لازم نسألك عن نقطة مهمة جدا، الكلام عن التجاوزات. اليوم يعود هذا الكلام، يعني بعد ما كان قليل في بداية معركة تكريت، اليوم يعود ويعلو ويصل إلى الانتقاد المباشر من السيد مقتدى الصدر، اللي قال بأنه الميليشيات الوقحة أخرجوها من المعركة. يعني ما هو نوع هذه التجاوزات؟ ماذا يحصل وكيف تسيطرون على الوضع؟ أنا طبعا بداية يمكن الشطر الثاني من السؤال، في السؤال اللي ماضي كان ذكرت على قوات التحالف والحشد الشعبي. طبعا الحشد الشعبي كانوا مشاركين في المعارك، ولكن في الصفحة الأولى من المعركة لم نكن بحاجة إلى أي دعم من قوات التحالف الجوي، لأنه حقيقة الأهداف التي تم معالجتها هي كانت ضمن إمكانيات وقدراتنا الجوية وطيران الجيش. في الصفحة الثانية من المعركة بعد يوم 26 كان يوجد هناك أهداف معينة ينبغي معالجتها من قبل قوات التحالف، والحقيقة هذا الموضوع يعتمد بشكل مباشر على القادة الميدانيين على الأرض، هم من يحدد الهدف اللي مطلوب معالجته. يصل إلينا الطلب في العمليات المشتركة، ويتم تحديد نوع السلاح أو الطائرات اللي تقوم بمعالجة هذه الأهداف. فكان لقوات التحالف وبناء على طلب من الحكومة العراقية أن تشارك في هذه الضربات، وفعلا شاركت في هذه الضربات، وكان لها نتائج إيجابية، إضافة إلى النتائج الإيجابية والفعالة التي حققتها قواتنا الجوية البطلة وقوات طيران الجيش الباسل أيضا. نعم.
السؤال اللي كان متعلق بالحشد الشعبي والتجاوزات والانتهاكات. أعتقد الأخ السيد مقتدى الصدر كان يوجه تحذير لاحتمال دخول بعض العصابات. يعني حقيقة أنا أطمئنكم أنه الحشد الشعبي الموجودين يعني أدوا دور إيجابي جدا في تحرير هذه المدينة، وكانوا معاضدين للقوات المسلحة في كافة المحاور، وكانوا منضبطين وعملوا جميعا بأمرة القوات العسكرية القوات المسلحة العراقية، وأعتقد أدوا دور إيجابي ينبغي أن لا نبخس حقهم. ولكن التحذير من قبل السيد مقتدى الصدر كان في محله، لأنه يوجد من العصابات المنظمة التي تستغل هذا الحشد وحقيقة تندس دائما في صفوف الحشد الشعبي وتحاول أن تفسد الانتصار على العراقيين دائما بأن لديها أجندات خارجية تريد أن تشعل الفتنة الطائفية في العراق، ولكن الوضع في تكريت مسيطر عليه من قبل القوات الأمنية وبمساعدة الحشد الشعبي من أبناء العشائر ومن المناطق العراقية الأخرى. وأطمئنكم بأنه الحشد الشعبي الموجود أعداد كبيرة جدا هم من أبناء محافظة صلاح الدين، فأعتقد سوف يكونون حريصين جدا على محافظتهم ومدينتهم. عظيم. طيب مع الوزير، الحقيقة اليوم لفتنا بعض التحاليل في الإعلام الأمريكي، أعتقد أبرزها الواشنطن تايمز، كانت تتحدث بأنه القوات العراقية دخلت تكريت وأعلنت النصر، لكن من المبكر جدا اعتبار أن المعركة انتهت، بمعنى أن داعش سيحاول كما فعل بمناطق أخرى ربما كما